ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام مع هذا البرنامج خرافات وأساطير. وكلمة اليوم التي سنتناولها كلمة قد تكون غريبة عجيبة على بعض الناس لأنه تعود عليها. إذا سأله سائل فقال: أين الله؟ أو باللهجة العامية: ربنا فين؟ فيقول: ربنا في كل مكان. أقول: أخي الكريم، ماذا تقصد بأن الله في كل مكان؟ العلماء يقولون: إذا كنت تقصد بأن الله في كل مكان بعلمه وقدرته فهذا كلام صحيح، وإن كنت تقصد أن الله عز وجل في كل مكان بذاته فهذا ليس صحيح. فوجود العلم، علم الله عز وجل في كل مكان، الله يعلم كل شيء، وفي السماوات وفي الأرض وتحت الصخور وفي كل مكان يعلم الله عز وجل ذلك. لكن الله عز وجل بذاته فوق 7 سماوات على العرش مستو بكيفية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لم لا تقول بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته؟ والله عز وجل يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فها هو رب العزة تبارك وتعالى يقول: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، فالله عز وجل في كل مكان بذاته. نقول: لا يا أخي الكريم، إن هذه الآية تدل على وجود العلم، وأن الله في كل مكان بعلمه، مع 3 رابعهم بعلمه لا بذاته. كيف ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ الدليل هو سياق الآية الكريمة. فالله عز وجل افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، ومن هنا استنبط العلماء من هذه الآية أن الوجود هنا وجود علم. أعد معي الآية مرة أخرى: ألم تر أن الله يعلم، هذه بداية الآية، نهايتها إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم أي بعلمه، ولا 5 إلا هو سادسهم أي بعلمه، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن هذا هو وجود العلم. لا يجوز أن تقول ربنا في كل مكان هكذا، تقول بعلمه. لكن أين الله؟ الله عز وجل في السماء، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على قولها الله في السماء، أو أشارت إلى السماء. والقرآن يبين ذلك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي الله. ولم يقل أأمنتم من الذي في كل مكان، أأمنتم من في السماء. والسماوات السبع فوقها العرش، والله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى. طبعا استواء يليق بجلاله وعظمته.
فالمؤمن يقر ويؤمن ويعتقد بأن الله عز وجل بذاته فوق 7 سماوات مستو على عرشه بكيفية لا نعلمها وإنما تليق بجلاله وعظمته، وأن الله في كل مكان بعلمه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.